هذا المجرم الرافضي الصفوي المتشيع يترحم على أعداء الله ورسوله والمؤمنين، على من انتهكوا أعراض المسلمين، على من دمروا مساجدهم، على من طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من لعنوا صحابته الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، على من قال أن المعركة بين اليزيديين والحسينيين، على من قال أننا نقاتل في سوريا ضد الكفار، على من هدم مساجد المسلمين، يترحم على من اغتصب نساء المسلمين في سجون سوريا والعراق. لعنك الله، لعنك الله أيها المجرم. تجدد الغطاء؟ لقد اتخذوكم غطاء وفتنتم المسلمين. أنتم مجرمون، أنتم لا تمثلون الفلسطينيين ولا تمثلون المسلمين، تمثلون جماعتكم. أنتم فرقة ضالة، أنتم منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن حسبنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلن ننتصر خلف رايتكم ولا تحت قيادتكم، فأنتم أولياء الشيطان، أولياء إيران المجوسية الرافضية الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل. تترحم عليه لتستفز الثكالى في سوريا والعراق واليمن ولبنان، لتستفز اليتامى أيها المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل بكم. تظن معك صق غفران تمنحه لطهران؟ والله لن ننتصر إلا تحت راية عباد الله الصادقين الموحدين المخلصين لله رب العالمين فقط لا غير، وعندها يفك قيد الأسرى والمسرى.